اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. طه خليفه وريم احمد معلش. ماشي اوكي. معانا النهارده يا جماعه ضيف بالنسبه لي انا هو مهم جدا. انا ما اعرفش هو عارف ده ولا لا، بس فعلا حقيقي هو مهم جدا بالنسبه لي. حياتي من غيره انا ما كنتش عارفه هتبقى عامله ازاي بجد. طبعا الناس هتستغرب انا ساكت على الكلام ده ازاي. هيفهموا ان هي حياتنا، هي حياتنا الصراحه. احنا الثلاثه حياتنا احنا الثلاثه يعني معتمد عليه بشكل كبير بعد ربنا حقيقي. معنا النهارده دكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب القصر العيني، جامعة القاهرة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ريم. اهلا بيك يا ريم. طبعا كان نفسي انا اقدم بس أيوة. هي طبعا عشان لبس فيرست فهي قدمت فتمام برضو ريم. لا والله ما حدش عارف فعلا قصتنا مع دكتور أيوة. عمرو معلش انا اسف. دكتور عمرو كبيره كده ما تتريقش. لا اصل احنا اخوات فعمرو يعني انا معظم الناس القريبين مني هم فعلا بيقولوا لي عمرو في العياده. لان احنا في ناس عصرتهم في كتير قوي. ايوه بقت فعلا حضرتك في حياتنا من والصدر عندها 10 ايام. يس متخيل يعني. ما ده اللي هيخلي ان الحلقه دي يبقى فيها اسرار. لان انا جاي لاخواتي ايوه فيها مواقف تحضرني مواقف كل شويه كده. احنا عايزين المواقف كل شويه تحضرني مواقف يعني. احنا في انتظار هذه المواقف. هو طبعا هي ريم قدمت وانا محتاج اقدم كتير، لان فكره ان الدكتور اللي مسؤول عن صحه حته منك يتحول بالوقت وبالمواقف الى صاحبك وصديقك ده مش سهل. وانا عارف يعني لما حد حتى من قرايبنا وعارفيننا كويسين ايه ده انتوا صحاب اكتر منه، يعني لما يبقى في حاجه انت منورنا ربنا يكرمك والله العظيم اتشرفنا يا دكتور. وفعلا اهميه الدكتور بتاع الاطفال في حياتنا والله العظيم بيبقى مهم جدا. وحضرتك مختلف ويونيك بشكل. لا هو فعلا الاطفال عشان الاهالي بيحسوا ان دي اهم حاجه عندي فما ينفعش تتعب. لكن انا ممكن انا استحمل حاجه كذا استحمل حاجه كذا بكره ابقى اتكلم ابني لو تعب انا لازم حالا اعرف هيعمل ايه. فدي بتبقى مهمه فعلا صح. وهي امانه يعني بحس ان هي دي امانه انت بتبقى شايلها على عاتقك بتفضل طول الوقت. ودي مش بصراحه في دكاتره كتير لو الناس كلها عارفه ان الدكتور بتاع الاطفال اللي بيرد على التليفون ده جايز. انما لما هو يتحول لصاحبك ويبقى في مساحه، وانا عارف ان انا اكيد مش انا لوحدي لان في ناس كتير انا بشوفهم في العياده. احنا بقالنا 5 سنين اهو بعمر صدره بنيجي العياده على الرغم ان احنا نقلنا رحنا بعيد عن العياده بس بنروح عمرو سالم مهم جدا. ما اقدرش ما بنعرفش نطمن على بنتنا غيره هي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا السنس اوف هيومر عالي جدا عالي جدا. وهو دكتور بمواصفات خاصه ده حقيقي وليه اهتمامات وليه هوايات مختلفه عن الدكتور. ما تحكي لنا كده موقف حصل معاك حسيت فيه ان انت مش عارف تقول ايه. بص هو الموقف يمكن عشان جه في اول بدايه حياتي العمليه. ايوه كان صادم بالنسبه لي وبالنسبه للاهل. اوكي. ان انا انا من زمان يعني من ايام ما كنت في الثانويه عامه وكده لا انا بحب اربي كلاب وعندي هوايه بتاعه تربيه الكلاب والانواع وعندي صحاب كتير من المجال ده فيه هوايه فيها بننزل نخرج في نفس الهوايه بمختلف بقى ممكن يكونوا دكاتره او مش دكاتره بس احنا بننزل مع بعض وبنتبسط مع بعض. فهم لما بيعرفوني لاي حد جديد او اصحابهم دكتور عمرو دكتور وكلاب بتاعنا بعض يبقى بيطر. فمره حد كان واقف فحد بيسال حد فانا رحت اتدخلت من واقع عملي ان احنا ساعات في الاطفال اللي بقى في حاجات مش باينه بناخدها بالاعراض من غير ما البيبي مثلا يشتكي فبالتالي ساعات كذا فبقدر اساعدهم مؤقتا لحد ما يروح للطبيب البيطري المتخصص يقدر يساعده ويقول له بشكل شغله بقى. ففي كان حد واقف وخدت رقمي وخلاص على ان احنا اصحاب في الهوايه مش حاجه طبيه ليها علاقه بالدكتور. اوكي. عدت الايام فتحت العياده ابتديت اشتغل. اهلي كانوا جايين لي ولسه ما يعرفونيش قوي فمش عارفين الباك جراوند بتاعي ما يعرفوش ان الحياه بتمشي. احنا في العياده اصلا في العادي بنقلب الموضوع خفيف بيبقى مش جدا جدا يعني جدا مش بقى الاهل اللي هم تنس كده لا بيبقى عادي الدنيا خفيفه كده.
فانا كنت بحضر حاجه في ايديا، تطعيم على حاجه كده وبنعملها فالتليفون مش عارف ارد عليه في ايديا، فتحت السبيكر على اساس ان مفيش اسرار، يعني مفيش حد عادي، ولا في حد هيقول لي حاجه، هيقول لي مثلا انت فاتح التليفون او كذا، بالظبط. فهقول طب ثانيه واحده. لكن ادام حد عادي فقالوا ايوه يا عمرو ازيك، انا فلانه. قلت هاي ازيك الاخبار؟ قالت لي بقول لك لوكي بيرجع على طول، وبقاله بيرجع كذا ساعه. لوكي وبيرجع كل اللي في بطنه. لا ف ايوه بقول لك لوكي. ولوكي أي ده لوكي. ممكن يمشي على كذا حاجه، يعني يمشي على الاب وعلى الطفل واو. وعلى اي حد، يعني يمشي على الحيطة. يمشي على النجفه. تمام. فلوكي بيرجع كل حاجه. لوكي يا ترى ده فانا إيه؟ مكلماني في اوقات العمل الرسميه وانا في سنة؟ العياده. ودكتور عمرو، فاكيد ما خونتش خالص. فقلت لها خلاص. طب عنده قد ايه؟ عنده 8 شهور، ما انت لسه شايفه. فتوقعت ان هو أوكي. جالي جالك العيادة. في حاجه جدت، فهي ده كل اللي في دماغي وقتها. والسبيكر مفتوح وصوت الام ملعلع في العياده، والاب اول مره يجي لي اللي قدامي هو والام وقاعدين. فبقول لها طب تمام، بصي لو هو كده وقفي اكل خالص، وهو عنده 8 شهور مفيش مشكله ان احنا ممكن نكمل على الرضاعه بس، وهناخد الدواء الفلاني، ولو مفيش تحسن نشوفه بكره في العياده. فسكتت كده وقالت لي لا رضاعه ايه، ما انت عارف ان انا مشيت مامته، ده هو دلوقتي بياكل اكل فريش. فقلت لها مفيش مشكله، وانا مش مجمع يعني مشيت إيه مشيت مامته مامته برضه إزاي ايه؟ يعني؟ في حاجه خاطفه الواد ولا ايه؟ لحد ما راحت دخلت عليا قالت لي هو بياكل دراي فود من اول سن شهرين. يا الله. طبعا قفلت السبيكر ولا سبت السبيكر؟ قفلت العيادة. انا لسه كذا، فلقيتها بقى بتستكمل. بس يا هو ساتر. ديله بيلعب عادي ومش عارف ايه، وهو قاعد بس بوب 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 بوب. رحت طيب طب هو كذا، طب بصي طب انتي هاديله ربي. كذا، واطلعي على الدكتور البيطري اللي متابعه. وشايبه الاهالي طبعا. يبصوا لبعضهم، يا لهوي. عينيهم ركبت فوق بعضها كده، في حاجه غلط. هو احنا دخلنا في ده عياده فين ايه؟ الغلط طب واللي في ده؟ ايديه اللي أيوة. بيحضرها دي ايه؟ آه. طب يا هو بابا. ايه ده اللي تطعيم إيه هيحصل بالظبط؟ دلوقتي؟ ابتدى بقى ياخد ابنه في حضنه طبعا. حبيبي يا ابني. طب هو كنا بنقول ايه؟ لا مفيش، لا، ما كناش بنقول حاجة، الواد كويس. يعني احنا جايين نشوف. اللي هو بقى عايزه اطلعه من عايز اخوفه. فك والله، فك الموضوع. فك ما تبقاش قلقان. الولد بيهوى كويس ولا ما بيهوى؟ هو الواد بيهوى ولا لسه ما هوش؟ طب بص انا هوريك صورتي، طب بص انا اصلا برابي. يا لهوي على الموقف. وهل جم تاني ولا ما جوش؟ لا ما جوش تاني، ما اعتقدش ان هم هيجوا، وما أوكي. اعتقدش ده لو سيرتي جت هيتكلموا عنك. نداء ليهم على الهوا لو يا هم. جماعه لو هم والله يا دكتور جماعه عمرو اثبات أفضل. اهو للكواليس يا جماعه، والله لا. فلا طبعا هو وبعد كده بقى بطلت خالص ان انا تديهم تبس او خالص. تديهم لا اي لا خالص، نصايح. ابعد عشان في ناس هيجي لها كونفليكت في النص. ايوه لا، صح. هنا ولا طبعاً هنا ده ولا وده. ايه، ففصلت نفسي تماما، محدش يعرف حاجه. بس في بعض الناس عارفه. فيعمل ايه بقى اللي عارف ده؟ اوكي. هو بيحب الكلاب، ومامته ما بتحبش، ومراته ما بتحبش بتحبش الكلاب. مثلا. عايز يجيب كلب في البيت، اوكي. يسيب الدكتور اللي هو متابع معاه ويجي ليا، لان أوكي. هو عارف ان هو ده بيحب. قول لي يا طريقه غير دكتور مباشره. بصي ايه السؤال بقى. رايك، احنا بنفكر نجيب كلب. وانا عارف ان هو عارف. ايوه مم. معقوله. كلاب ايه ده؟ كلاب. انا اسمع ان حضرتك تقريبا بتربي كلاب. تمام. لا مفيش مشكله، من سن قد كذا، واتكلم معاه بطريقه طبيه. يعني عند سن قد ايه، طب الخرابيش، طب التطعيمات، طب هنتعامل ازاي، طب العضه طبيه. ومامته قاعده على قلبها. مراوح مش عايزه مش ماشي يا جماعه، احنا عندنا حاله محتاجه تطعيم. احنا محتاجين تطعيم. يا ترى حاله زي دي بتحتاج تطعيم؟ في حد اتسحب من جوه، بس انا شايف ديله بيلعب. دي بنتي يا جماعه، انا معلش شايف ده ان اسمي. كده. بس هو بيبقى عامل كده، بالذات الاطفال اللي عندها حساسيه.
اللي عندهم حساسيه حساسية. لازم اخلي بالي. ها طب ما تقول لنا فعلا، ممكن تقول لنا طب tips بصراحه لان ريم عايزه وانا مش عايزه. انا اللي عايزه، صدر عايزه، الصدر مش وطه عايزة. الصدر رافض عايزة يونيكورن. الموضوع. بص يا عايزه، قالت لك يا يونيكورن، يا يونيكورن يا هي عايزه يونيكورن في بابي. البيت فعلا. هي عايزانا نجيب لها يونيكورن، معرفش. انا ما عنديش مشكله لو لقيته هجيبه. لا هو فعلا اللي بييجوا يسالوا هم بيبقوا عارفين الباك جراوند، فعايز يقول لي انت بتربي، طب ايه المشكله؟ طب ايوه انت بالظبط. بلاش تاخدني انا كحاجه بيرسونال يعني، لا خلينا ناخدها طبيا. ما هو احنا بالظبط. بنسال طبيا. لا وحتى الاهل بقول له خلينا ننسى انا عندي ايه في البيت، لان انا عندي، انت عارف انا عندي وحوش في بسم البيت. الله ما شاء الله، يعني هو الدكتور بيربي. انسى الوحوش دي، احنا نتكلم طبيا. انت ابنك عنده حساسيه ولا لا؟ عنده مشاكل ولا لا؟ الكلب يقدر يخش؟ لا الكلب هيغير في سلوك ابنك حاجات حلوه كتيره قوي قوي قوي، بس لو مفيش مانع طبي. انت لو رحت لاي دكتور الحساسيه، بسم الله الرحمن الرحيم، مشي الكلب على طول. وممكن يكون الكلب ده بقاله عندك 12 سنه ويتعلق وابنك لا بيه. وابنك عنده شهرين. اوكي فده ادم، فده الاسهل بالنسبه لك ان انت تمشي مراتك بابنك، تاخد لهم شقه في الدور اللي فوق. ايوه صح. وتبقى ايوه تطلع اللي تزورهم. بيربوا. طبعا طبعا. حقيقي. طبعا. خلينا نفكر فيها بالناحيه التانية، انت ممكن تمشي الكلب وابنك بيطلع بيكح برضه. ايوه صح. طب هجيبه منين تاني؟ ما انا مشيته بقى، سرحته ادوبشن ولا حاجه. حضرتك ابني بيكح بعد ما انت قلت لنا مشي الكلب. مش اراجع الكلب ازاي اعمل ايه دلوقتي؟ بقى؟ اخنقك؟ انا اعمل لك اخنقك ولا اعمل فيه ايه؟ فبنقول دايما ان مسببات الحساسيه او مسببات التهيج بتاع الجهاز التنفسي والشعبي والكلام ده كله ممكن يكون شعر الكلب، بس ممكن تكون البارفان بتاعت مامته هي ممكن تكون سجاير باباه، وممكن تكون المعطرات اللي ماشيه في البيت، وممكن تكون المنظفات، وممكن يكون الحاجه اللي بتتحط في الغساله، وممكن فخلينا، وممكن تطلع في الاخر مش كل دول، كل الحاجات دي وهي خالص. حاجه سيزونال في تغيير المواسم بالظبط. اوكي. فخلينا ادام في حاجه عزيزه علينا هنحطها في اوضه، ومش هيبقى فيه اختلاط كتجربه لمده من اسبوعين لشهر. اوكي. بس في نفس الوقت هنشيل بارفانات وهنشيل سجاير وهنشيل كذا عشان وهنشيل كذا، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. واخر الحلول ان احنا هنمشي الكلب البيبي- او الكلب. القطه يس، لان هو بجد بيبقى عزيز عليهم جدا وعنده طبعا. سنين، وتيجي انت بكل سهوله تقول مشي الكلب. لا هي الموضوع مش جملة مشي كلب موضوع دي مش بالسهولة بالسهوله دي دي بالنسبه خالص. لبعض الناس، لا مش هتبقى سهله بالنسبه لهم. او يعني مش طبيعي ان انت يبقى بقالك 12 سنه مربي، بات عندك كلب قطه يعني اي حاجه، Yes. وفي لحظه تقرر. انا فاهم طبعا الضنا غالي والحاجات دي كلها، بس يعني لازم نعمل خطوات. لازم هل في مساحه بره البيت ان هو يقعد فيه، ما يبقاش جوه البيت Yes. مثلا Yes. لمرحله معينه، وطالما ما فيش مانع طبي ما يس. وهي بتبقى حاجه حلوه ان هو فعلا يبقى فيه حيوان اليف في حياه الطفل من هو صغير. بيتعلم ان هو يراعيه، بيتعلم ان هو يحبه، بيتعلم ان هو ما يخافش منه. ممكن يشيل مسؤوليته، يشيل مسؤوليته شويه. شويه. زي ما انا شايل كل حاجه وولادي كل ما عندهمش اي حاجه خالص. بس انا دايما بدعو الناس ان هي تساعد في الموضوع ده، ان هم يجيبوا لاولادهم، ان هم حتى لما يشوفوا كلاب في الشارع ما يبقوش عندهم حاله رعب وغربة. أو- هو مش هيعضك وانت ما تاذوش، بس مش لازم ترميه بالطوبه يعني. ايوه صح. والله دي يعني behaviors ننمي الحاجات دي جواهم، لان في الاخر انت اللي هتاسس الحاجات دي من جوه من هو صغير. صح جدا. طيب في حاجة تانية برضو عايزين نتكلم فيها، فكرة ساعات ايه لما بيبقى في حاجة شايفين ان الطفل عيان، لا في رشح في بتاع، ساعات بلاقي في امهات بتقوم عايدة روشتة تبتدي تعمل ادويه ميكس جديد من الادويه، تقول لا اصل انا اديته كذا لقيته ما مشيش معايا فاديته كذا، لا انا خلاص انا بقيت عارفه، انا بقيت عارفه ابني او انا بقيت عارفه بنتي. فايه رايك في المأساة دي؟ ما قولك فيما يا في هذه المأساة. قلنا بقى انا جاي اخواتي فهتكلم في أيوة، اسرار. هتكلم في اسرار. ايه رايك في الموضوع؟ هو الصح ان طبعا الاهل يعرفوا يتصرفوا في الحاجات الطوارئ المهمه، يتصرفوا، وده صح. يعني مثلا كنا بناكل فشار، ابني شرق وقعد يكح، هعمل ايه؟ هقلبه ازاي؟ هكبسه؟ هخبط؟ يعرفوا. ابني سخن حرارته عاليه، هعمل ايه؟ ادويه حراره جرعاتها ايه؟ على الحاجات دي تقدر تتصرف. ولكن اللي بيحصل غير كده خالص. يعني كان لسه عندي حاله برضو قريب. ايوه انا ببقى مستنيه الكلمه دي. ايوه انا لسه عندي حاله. ايوه اسرار، وهم بيبقوا عارفين نفسهم وانا بقول دلوقتي. تعرف نفسك كويس. مش انت حد تاني. بتقول لي هو تعب بقاله تقريبا 3 شهور. كان بادئ معاه دور برد بسيط، مناخيره سايله وبيكح، وكان خافض حراره. دخلت عليه بخوافض الحراره واديت له مذيب للبلغم، وحسيت ان هو صدره محشق شويه، اديت له موسع. بس بعد كده ابتدى يشد في ودانه.
نفس الدور اللي جه لمروان ابن خالته. فروحت واخده، كان مروان راح لدكتور، فروحت واخده الروشته بتاعت مروان، دخلت عليه بالانتي بايوتيك، وبعد كده 5 ايام لقيته فتح في اسهال. كلمت منار بتجيلك، منار قلت لها فتح في اسهال، فقالت لي ده من الانتي بايوتيك، غيري الانتي بايوتيك. خدت نوع تاني من الانتي بايوتيك ما بيعملش اسهال، بس الاسهال كمل. كلمت بابا قال لي الولد هيخش في جفاف، نجيب محلول معالج الجفاف من الصيدليه، بس وقفي المضاد الحيوي لان شكله تعبه. قعدنا واخدين محلول جفاف، ولقيته الولد بيتصفى مني. طلعت على المستشفى، علقت محاليل، ما اعرفش ازاي راحت من غير ما حد يقول لها حاجه. رحت علقت، غير انت مستشفى تحت السلم يعني، رحت علقت محاليل. رجعنا البيت لقيت ان الكحه اللي احنا كنا بادئين بيها لسه ما خفتش، الولد ابتدى يسخن. حماتي قالت لي الولد ده مش نافع، وديه لدكتور اطفال. قصه قصيره، لا هي قصه طويله حزينه. انا طبعا وديه طب ما توديه كده لدكتور دكتور اطفال اطفال يمكن يبقى ده حاجه. لا انا سكت اصلا، سكت خالص، انا صمت كده. بس انا الحمد لله يعني بعرف القط الموضوع ده بسرعه. فسكت كده، قلت لها طب وانت ليه فعلا ما رحتيش لدكتور اطفال؟ صحيح، مش المفروض تروح للدكتور؟ سكت، قلت لها طب ما فعلا، طب ما توديه لدكتور اطفال. فراحت بص للي معاها، ايوه ما احنا عشان كده جيت لحضرتك. اوكي طب الحمد لله عملت حاجه صح الحمد لله. بس يعني هي قلقت في لحظه كده، اللي هو ايه ده، الله انا جيت غلط، في حاجه غلط، طب انا ايه، في حاجه غلط، في فتبص حاجات غلط. احنا هننسى اللي فات، مش عشان كان غلط قد ما هو احنا قدامنا ان هو ما اتحسنش. اوكي يلا نبتدي من البدايه. بس اللي حصل ده ما ينفعش يحصل تاني، لان كل دواء بيخش الجسم بيطلع عن طريق الكبد، بيطلع عن طريق الكلى. ممكن دواء يتعارض مع دواء يعمل زي حرق على الجلد، في رياكشنز ممكن تحصل على الجلد. ممكن الطفل ده حاجه يعني لا ممكن يتاذي جامد قوي. ايوه انت جربت؟ ما ينفعش اولا تجرب، بس ان كيس ان انت في الصحراء ومفيش جنبيك اي حد وما عندكش ارسال جميل ان انت تحاول، بس تاني يوم هتوصل لحد. مفيش حاجه اسمها عملت كذا وخدت روشته فلان ده ممكن انت ما تعرفش كان عنده ايه ولا اللي عند ابنك ايه. حاجه بسيطه، تعامل على قد خوفة حراره، كتر خيرك ان انت تعاملت، الدنيا كويسه، مش لازم تروح للدكتور اصلا ولا تعرف اللي كان حصل ايه ادام اللي حصل عدى. تبتدي تروح للدكتور. حاجه متكرره، طفل بيسخن كل اسبوعين، ما ممكن يطلع عنده حاجه انت مش متخيل ان هي حاجه مناعيه، حاجه كده وانت مش متخيل. ده ليفل تاني اصلا. ايوه فالهيستوري والتاريخ المرضي بتاع الطفل لا بيفرق. حاجه لكن حراره يوم وراحت خلاص، مش لازم ان انت تروح وتتعرض للاطفال اللي في العياده والكلام ده كله. انا معاك في الموضوع ده. ايوه هي ده موقف برضه ايه فوق المواقف هتجيب بعضها دلوقتي. ده فوق توقعاتي بشكل ليفل عالي غير طبيعي. مع العلم ان احنا بنتكلم مش في كاتيجوري، لا ليفل كويس جدا، ليفل كويس جدا. دي بقى الحاجات بس جاي من ثقه من الاهل. لا انا عارفه، انا عندي 4 اطفال، فانا عارفه الدور ده اللي هو في سنه 2006 خدنا له كذا. خدوا فندم الدواء اللي كان بينزل في 2006 الشركه قفلت خلاص. ما انا اجيب الشركه البديله وعندها حلول لكل حاجه. انا اصلا طول الوقت بيبقى عندي هلع من فكره ان ممكن ادي دواء مع دواء يعمل حاجه ثالثه على طول. فعشان كده لا هو قايله لو هدي حاجه واحده. ده حقيقي، في ادويه ما ينفعش تتاخد مع بعض. عشان كده لما حد بيبعت لي ابني عنده كذا اديله ايه، فانا ببقى عايز اساله طب هو ماشي على ايه، ماشي على ايه اصلا. فانت لازم لما تقول لي البيانات كامله، لان انت لو عايز تاخد استفاده من اللي قدامك لازم تديله الداتا كامله. صح. عنده قد كذا، ماشي على كذا، كان بيعاني من كذا، وزنه قد كذا، كل البيانات عشان تقدر تفيده. لكن هو مفيش حاجه اسمها طب خد معلقه 3 مرات، لا كل حاجه في الاطفال بالوزن. زي ما انت بتقولي ان الادويه بتتعارض مع بعضها، فممكن تعمل تفاعل في الجسم، تعمل مشكله. وزايد ان انا ممكن يبقى بالنسبه لي هو من الشكل الظاهري هو فعلا شبه حاجه هي نفسها، وهعيد نفس الادويه اللي حضرتك كتبتها لي، انا شاطره جدا. بس ممكن في الاخر يبقى هو دور تاني غير اللي اصلا انا فاهماه. ايوه ما هو انا ما خدتش الشهاده. ايوه انا خريج زراعه، انا هتعامل مع النباتات. ايوه بالظبط. خريج طب وتخصص في علاج الاطفال. لا وزي مثلا امهات مثلا يجي لها دور برد، تمام، تعالج دور برد، تلاقي الطفل جاله برد، تنزل حضانه يخف من دور البرد، منها للحضانه. هو مش منها للحضانه، هو ممكن يكون الفتره دي في الجو فعلا الاطفال بتاعي كل اسبوع اسبوعين. فانت لازم لما تروحي للدكتور تقولي له المشكله اللي عندك مش على قد المشكله الحاليه قد ما التاريخ المرضي للطفل نفسه ممكن يطلع عنده حساسيه في مناخيره. المشكله لا من المدرسه ولا من الحضانه ولا من اي حاجه، هو حساسيه تجيب لمفين.
ايه رأيك في الاهالي اللي بتنزل الاطفال وهم عندهم اعراض؟ اكيد سخونية مش هينزل ابنه، بس مثلا يبقى في رانينج نوز او في كحة ويقوم منزل حضانة. انا عارف فكرة ان الشغل ومفيش حد يقعد بالواد والحاجات دي كلها، بس ده ممكن يبقى قد ايه خطير على ابنك انت. مش هتكلم بقى على ابناء الاخرين، فاهم قصدي؟ في ناس يحضرني الموقف. اتفضل بقى، اتفضل. يحضرني الموقف. ايوه احنا مستنيين. اجي ابتدي منين؟ انا دايما لما حد بيجي لي سخن بقول له احنا هنقعد في البيت مبدئيا من يومين ل3 ايام، ولازم يكون في يوم ما فيهوش حراره تماما، من غير خوافة حراره، ساعتها احنا نقدر ننزل نختلط بالناس. صح. ودايما بيكون فعلا الله يكون في عون الناس، فعلا في ناس شغاله في بنوك، في ناس شغاله في كذا ما عندهمش اجازات او استنفذوا اجازاتهم من كتر ما الادوار كتير. ففي مره انا مش هقدر انساها، فبقول لها احنا هنقعد ان شاء الله بكره وبعده من الحضانه. ايه لا ما ينفعش، ده انا عندي حاجه في البنك وانا ماسكه كذا وانا لازم اروح. قلت لها ما هو ما ينفعش يروح، لان هو لو راح اولا هيأذي الناس، ثانيا ان هو دلوقتي سخن فمناعته ضعيفه، فممكن ينزل يلقط ميكروب اقوى، ومش هيبقى انجوينج في الحضانه، ومش هياكل حلو في الحضانه، ومحدش هيقدر يديله الرعايه الكافيه في الحضانه، فالطفل هيتأذي. لا انا مش هوديه عشان ينجوي، انا بس هخلص اللي انا. قلت لها ما انت الولد سخن جدا، فهو مجرد ان هو ياخد خافض حراره هيسخن بعديها بساعتين 3 هيكلموكي وهتروحي تاخديه، فالسيتويشن كله عبثي، ما ينفعش ان احنا نعمل الموضوع ده. قالت لي لا ما تقلقش، بص هو انا مفهماهم في الحضانه، هم في الشيخ زايد عندنا. اوكي. فقالت لي انا مفهماهم في الحضانه ان انا شغلي في ناحيه المطار، اوكي. فلازم بوديه قبل مواعيد الحضانه بساعه. ايوه. لان انا اليوم عندي ما بيبتديش غير لما اوديه بدري، وارجع البيت اخد الكافي بتاعي وافطر وانزل على شغلي وانا رايقه. اوكي. قلت لها انت شغلك فين بقى الحقيقي؟ قالت لي قدام الحضانه على الناحيه التانية، بس انا بوديه وبرجع البيت. هي مش بتوديها، بتخلص منه. انا بوديه وبرجع البيت اخد الكافي بتاعتي وافطر وانزل، بس ما اركنش قدام الحضانه واركن من ورا وادخل بيتي انا قدام الحضانه على طول، يعني مفيش قدام الحضانه. قلت لها وبعدين؟ قالت لي مفيش، هو حتى لو سخن وكلموني انا بقول لهم ايه سخن بجد، طب ادوا له خافض حراره حالا، انا هتحرك من عند المطار مسافه السكه اكون عندكم. عقبال ما ارجع لهم بتبقى الساعه 2 3. لا هروح اشرب الكافي بتاعي. عقبال ما اوصل الساعه 2 3 وخلاص وباخده. قلت بجد؟ قالت لي بس الكلام ده ما بيطلعش بره، بس انا بطلعه بره. بيطلع بره، انا مش طلعنا بره، بس انت عارف حد انا بطلعه بره دلوقتي قوي عشان انا مش قادر ابلعه من ساعتها. لا صعب بس أوي. في ناس بتعمل كده، في ناس بتعمل كده، والموضوع بتقولي ماشي جدا. لا طبعا ده تصرف اناني جدا طبعا، هيأذي الناس كلها، هيلبس الناس كلها في الحيطه طبعا. برضو من الحاجات والموقف ده برضو انا تعرضت له. فاكره حصل ايه؟ اول ما سدره كانت صغنطوطه، الاطفال وهي هي اول ايام واول شهور دي المغص بقى كتير وما بنامش، انا ما كنتش بنام خالص، ما كانتش بتنيمنا. فابتدى يتقال لي شربيها اعشاب. اوكي. اقول لهم لا الدكتور مش كاتب لها، يقولي لي يا بنتي لا شربيها اعشاب. اقول لهم ايوه الدكتور ما قالناش نشربها اعشاب. فهم شايفين انها لا، احنا جربنا واحنا شربنا اعشاب وكلنا شربنا اعشاب والعيال عادي هي كويسه. لهم ايوه يا جماعه، بس ده في انا سمعت ان كان بيتقال ان في السن ده لما بيدخلوا اعشاب ممكن تعمل مشاكل بعدين في اللونج ران في الامعاء والحاجات دي. يقولوا لي لا احنا شربنا والعيال هي زي الفل. وده على فكره جيلي واكبر حاجه بسيطه يعني في الجيل بتاعي، مش ناس كبيره. ففكره اللي هي الموروثات اللي بتمشي جيل ورا جيل ورا جيل، وفجاه بنتعامل معاها ان هي مسلمات، ومع ان في دراسات وفي صاحب اللي هو المعرفه اللي هو الدكتور بيقول لا. بصي هو ده دورنا ان احنا نقول للناس ان في دلوقتي توصيات جديده، حتى لو ده كان بيحصل زمان وما كانش فيه منه مشاكل، دلوقتي لو حد اتلقط ان هو عنده مشكله منه احنا اللي هنلام ان احنا ما قلتش لا اللي فيه، ما حذرناش. بس المشكله ان لازم اللي قدامك يكون متقبل ان انت تغير له فكره. يحضرني موقف. انا الموقف ايوه بنتبسط. جالي حد هو يعني هو شخص واحد وهو متجوز 3. اوكي بس هو عنده فعلا بيعدل ما بينهم جدا. اوكي وكل مخلف منها 2 3. اوكي فلما بيجي يكشف
بيكشف على 6. عدد، كلهم. بياخد مثلا فتره في العياده بيسألك الصوت ده بحاله ايوه عائله فلان. جميل. فالمهم كان في صغير بقى حد جديد في العيله يعني، بس كلهم لازم هم جايين بيتحركوا مع بعض يعني. وطبعا كل بقى الثلاث امهات بامهات الامهات قاعدين، الدنيا كلها كاننا قاعدين مثلا في ايه، في اجتماع، في مؤتمر صغير. اوكي. فالبيبي الصغير، فبقول لهم هو كان عنده 5 شهور. فبقول لهم احنا خلاص ان شاء الله شهر كمان، انا عارف ان انتوا بيبقوا عندكم ان انتوا عايزين تاكلوا، انا عارف في العادات والتقاليد بتاعتكم، فان شاء الله من اول 6 شهور هنبتدي نعمل كذا، والفول اب الجاي هقول لكم ان احنا هنبتدي ندخل منتجات البان زي الزبادي. فلقيت هو بيضحك قلت له هو دخل زبادي، هو عنده 5 شهور. اوكي. قلت له هو دخل زبادي. قلت له دخل صح؟ البيبي قدامي زي الفل ما عندوش حاجه. اوكي. بس كان عندي شغف كده من جوايا افهم ايه اللي بيحصل. فقلت له دخله الشهر ده. وهو تقيل قوي، هو حد تقيل قوي في كلامه يعني. هو ما دي رياكشنات. قلت له الشهر اللي فات، يمكن اللي قبليه. ده كده أصل بتلعب هو بدون كله على كلام. بعضه، هو كله على بعضه مفيش أصلاً. فيلم من 3 كلمات، احنا مش هنوصل. قلت له دخل الزبادي عن سن قد ايه؟ شهر ونص. قلت له شهر ونص ازاي؟ شهر ونص البيبي بيرضع، ما عندوش الريفلكس التطور ان هو يعرف يقدر يبلع. يبلع. احنا بندخل عندنا الزبادي من شهر ونص. فقلت له بس ده غلط. يعني في راجل اعزب لسه ما ما خلف الكاميرات مستغربني، ما خلف الكاميرات ايه الشخص الغريب بص ده؟ الاداء، احنا بندخل الزبادي. احنا بندخل الزبادي. سوري لازم مالكش فيه. الفكره بقى ان ال9 اللي قاعدين بيأمن واحد طبعاً. فيهم على وش جواز، وفي اطفال صغيرين، وفي النص وبتاع. فقلت له بس ده غلط جدا، ال9 دول واكلين زبادي من سن شهر. اوكي اوكي. هقول لك تمام. بس غلط برضه. ادام مفيش يبقى نتراضى. لا طبعا. قلت له لا طبعا، حتى لو ال9 دول قدامي موروث عنهم ان هم عدوا على خير، لو حصل غلطه في الطفل ده انا اللي هتحاسب. صح. فلو جاله حساسيه شديده من الالبان البقريه، وجاله نزيف في البراز، وجاله كذا وجاله كذا وجاله كذا، انا اللي هتحاسب. فحتى لو انت بتعمل كذا هتوقف دلوقتي لانك جيت لي، وبعد كده هنرجع تاني. ونبقى يا جماعه نخلي بالنا من الحاجات دي، وبالذات في السن الشهور الاولانيه دي بجد لان هي تقول لك هزار. هديله اعشاب يا فندم، مش مكتوب في حته. لا بس هتشبعه، ما هو مش محتاج اعشاب، هو محتاج هياخد لبن مامته، لو لبن مامته مش كفايه هندي لبن صناعي. بس الاعشاب ملهاش دور، بس هتسكن المغص. في ادويه مغص ما بتجيبش نتيجه، يبقى في مشكله لو ما تجيبش نتيجه. لكن ما تجيش انت من نفسك لا انا عارفه حلها ايه، هي حلها ببرونه كذا. انا فاكره انا كنت متعرضه للموقف ده، وان هي الادويه المغص انت فاكر ما كانتش بتمشي، وكنت كل شويه تغير لنا دواء. طب ناخد كذا، طب تاخد كذا تاخد كذا. في الاخر وقفتني انا عن الالبان. قلت لي طب وقفي انت بقى البان خالص، لان ممكن يبقى بطريقه غير مباشره بيدخل لها، وممكن تبقى عندها حساسيه البان. بس خلينا نطلع من موروثات الاكل. ايوه. وناخد في الموروثات التانية وانا اسالكم. ايوه. يلا. بنتكم سيدرا ايوه هتدخلوها في التمثيل ولا لا؟ وهي شايفه ان انتوا ناجحين جدا حقيقي يعني، انتوا هتبوش هير في الحته دي، او هتحلوها في عينيها، ولا هتحلوا حاجه تانية في عينيها، ولا هتسيبوها هي تختار؟ ولو اختارت حاجه مش على مزاجكم هتوافقوا ولا لا؟ علما بان انتوا مش هتعرفوا تساعدوها خالص. زي مثلا انا ولادي لو دخلوا حاجه غير طب، انا لا افقه، انا ما اعرفش الطياره دي بتنزل ازاي، ما اعرفش اي حاجه. فلو جه قال لي طيار مع السلامه، ربنا معاك يا حبيبي، رحله سعيده، ما عنديش حاجه غير ان اقول له باي باي. فانت هتبوش هير في الحته وتزقها في الحته اللي انت فاهم فيها قوي، او هتعرف تساعدها، ولا هتعمل ايه؟ عشان احنا عندنا عادات وتقاليد ان احنا لازم ولادنا تطلع في يورثوا الحته دي مننا. نفس الفيلد على الاقل. اصلا في الوسط عندهم بقى في إن الوسط العكس. يعني ابتدى دلوقتي في ممثلين كتير يقولوا احنا مش هنوافق او مش هنبقى حابين ان اولادنا يمروا، لان احنا شغلانتنا صعبه جدا. احنا كل الوقت اللي الناس بتشوفه بنضحك وبنهزر ويعني وحياتنا مكشوفه للجميع. ممكن تبقى دهب قشره، كل ده بيبقى نوع لان هو متسلط، انت على طول الكاميرا دي موجوده قدامك. فالقرار ده مش قرار سهل خالص. بس احنا عندنا اتفاق احنا الاثنين احنا هنحاول نأخر على قد ما نقدر. هي طبعا
مش قادره اقول لك. هي مثلا هي واقفه من ورا. هي هي. مبدئيا احنا في حاجتين حاصله. انا أوكي. مثلا لما بتيجي معايا المسرح، اوكي. هي عارفه ان احنا بنجهز، انا بروح مثلا قبل العرض بساعتين، فهي الساعتين اللي هو بتاع انا بجهز للعرض دول الستيج بتاعها. أوكي. هي لازم تقف على المسرح وتبتدي تعمل حاجات هي شافتها في العرض، وممكن تعمل رقصات وتعمل هي حافظه تمثيل هي وتعمل حافظه الكوريوجراف الرقص بتاع آه. ريم كله. اوكي. عارفه الاضاءه، اماكن الاضاءه فين. بتشرب الموضوع وهي صغيره. أيوة. فما ينفعش تخليها ما تحبهاش، هي غصب عنها لا تحبها. هي لو بتحبها وخلاص هي اختارت الكارير ده. هنحاول هنوريها نسبورت. حاجات تانية برضه يعني. احنا برضه مش عايزين نقفل عليها. بص مش قادر يقولها. مش قادر. بص يعني انا عشان اتربيت في اسره كده ان احنا كلنا في المجال الطبي، اوكي. فمن وانا فعلا صغير يعني من اول يعني ابتدائي انا حاسس اهتميت ان انا خلاص. انا بحب الساينس، بحب العلوم، بحب المجال ده، ماليش في الحساب والجغرافيا، ماليش في الحته دي. فبالتالي انا عايز اطلع في نفس المجال. بالتالي انا كان والدي استاذ الله يرحمه، استاذ ألف في رحمة القصري، ونور عليه. فانا عايز اتعين في القصر، انا عايز اكمل نفس على الفريم اللي هم بتاعه. كذا. بس في مشكله لما تتعامل مع مهندسين او تخش المرور او كده بتتهان لانك مش فاهم مش اي فاهم حاجه حاجة. في الحياه اللي خارج الطب، يعني فاهم ازاي؟ فهي ده الفكره. فعلا احنا كده يعني. هي طبعا مقسوم السؤال لنصين. ان احنا طبعا ان ولادنا هيفضلوا مكملين، وفكره ان انت تتعامل مع الاخر بأني شكل، وهو هيتعامل معاك ازاي. أيوة. انت على طول الوقت انت بتقدم نفسك، اسمك ومهنتك. هو ده مش مطلوب منك علشان انت بس تعرف الناس انت بتعمل ايه. انت المفروض تعرف الناس نتعامل مع بعض ازاي. يعني انا دكتور وانا بشتغل ممثل وبدرس تمثيل. الكلام اللي ما بيننا اكيد مش هيبقى ما بين هو نفس التوبكس اللي ما بيني وما بين زميلي في نفس المهنه، ده أكيد. او في نفس الوسط، مثلا مهندس اضاءه، بالظبط. مهندس صوت او حاجه زي كده. فدي فيها اشكاليه كبيره قوي ان انت تبقى فاهم تتعامل مع الناس ازاي. انا في حاجات هقولها حضرتك مش هتضحك عليها خالص. ممكن حد تاني يضحك عليها، او بالظبط. هيبقى انا عندي مشاكل. ممكن اقول لحضرتك ان انا عندي مشاكل هتبقى بالنسبه لحضرتك اللي انت بتقوله ده دي حاجات رفاهيات. ان انا مثلا انا عمري ما ليا ميعاد نوم وميعاد صحيان. اوكي. فاللي هو ايه ده انت بتسهر وبتتبسط، انت متضايق ليه؟ انا ممكن ده يقريفك. مشاكل أيوة. كبيره جدا في صحتي، في روتيني اليومي، في الحاجات دي. صح انت ولا ممكن غلط؟ اوردر تصوير مثلا يجي لك 12 بالليل، فانت هتبتدي أيوة، يومك يومك 12 بالليل. الساعه ريم البيولوجيه كانت بتصور بايظه. مسلسل. ريم قعدت اسبوع هي 24 ساعه في الكرفان، وكانت سدرة لسه مولوده. فكره برضو سدرة. طه طول الوقت ايه مش عايز يشجع ده، بس انا شايفه ان هي البنت ايه مش عايزه يزق. في فرق مش كبير. عايز إن ماشي عشان- حاضر مش عايز يزق. صح. تفرق سادة الجمهور. حقيقي. انا عارفه بليز. مش عايز يزق ده. بس انا شايفه طول الوقت ان تعالى بدل ما هي تالنتد وعندها امكانيات، تعالى ان أكيد. يعني تعالى نشتغل على ده، وفي نفس الوقت نبقى فاتحين لها اوبشنز تانية. يعني انا مش عايزه احصرها في فكره انها لا هي لازم تطلع ممثله او لازم تطلع في الفيلد باي شكل. وافتح لها حاجات تانية، وهي ممكن تبقى في الفيلد بس بتعمل حاجه تانية ما بتمثلش في الاخر. يعني ما اعرفش. انت هتوفري لها البيئه اللي تعرف ان هي تعمل احسن ما عندها ايا كان بقى هي فين. بس وعشان اكون امينه وصريحه، انا كانت ماما عامله لي بيئه معينه الله يرحمها. عرفت تحافظ وعرفت تحافظ لي على شكل العيله وبيئه الشغل، وازاي ده مع شغلها. صح. كانت عارفه توفر لي ده. ومع ان احنا 4 اولاد يعني. احنا 4 اخوات، بس انا الصغيره. انا اصغر واحده. فحاولت عرفت تعمل ده. لكن انا بالنسبه لي عماله اقول انا مش عارفه هعرف اعمل ده ازاي، وانا لسه انا بشتغل وبعمل. المشكله انت بتشتغلي كتير وطه بيشتغل كتير، وفي أيوة. نفس الوقت صعب يعني. عايزين عايز بقى تحافظ على الشكل ده او تعمل ده ازاي. بس ففكره ان انا اقدر احافظ على البيئه دي معاها، انا عارفه ان انا ده اناني مني، ان انا بفكر في شغلي انا وبفكر في حياتي انا واللي هو ان انا عايزه اشتغل وافضل
اعمل ده، وفي نفس الوقت طب ما انتي ما ممكن اقلل من شغلي واعمل لها ده؟ عارف انت انا ما بين هو الاثنين. فاهمك، بس عارفه هو هيحتاج منك، عشان يمكن احنا عندنا في البيت برضو نفس الظروف، هيحتاج لا مجهود ده احنا اكتر لسه شويه. كنا هنتكلم. ايوه بس هو اللي لسه راح بقى لنا. يعني لا يعني إحنا هو نفس الستوري. مجهود زياده شويه. يعني انت هتشتغل وتنجح، وريم هتشتغل وتنجح، وفي نفس الوقت هتلاقوا وقت توفروه لبنتكم عشان تشتغل وتنجح. ايوه هيحتاج مجهود اكتر، هيجي على مضاعف. وقتك انت طب شويه. حضرتك بقى بتعمل ايه في الوقت ان أيوة. المدام، ودي برضو معلومه دكتور آه. نساء وتوليد صح؟ نساء وتوليد. شفت آه. مذاكرين. وفي عدد من الاولاد يعني هو مش اتنين. بيبي واحد، ولد ايوه وبنت. اتنين. ولد وبنت. ولد وبنوته. فانت يعني بتعمل ايه وتنصح بايه في التعامل، وخصوصا الدكاتره ده اليوم كله، مش اليوم كله، الاسبوع كله. احنا ساعات بيبقى عندنا وقت ما بنشتغلش فيه، قاعدين عاملين هولد، وبعد كده بقى ممكن نشتغل بقى 24 ساعه في السبع ايام. بص، هو احنا فعلا الشغل معايا او معاها يعني مكبوس شويه ما بين. تحيه عطره ايوه للدكتوره. حقيقي. والله فعلا، لان هي شايله فعلا يعني مسؤوليه كبيره قوي. بس دايما يعني حتى لو عندي مثلا شغل الجامعه الصبح، العياده بالليل، في النص عندي حاجات تانية، بنحافظ ان احنا يبقى في وقت احنا قاعدين معاهم، عشان لو في مشاكل عند حد نقدر نحلها، نشوف بعض. لان لو انت سبت نفسك لشغلك عايز انجح وعايز اعمل، لا انت تنزل من 7 الصبح ترجع 3 بالليل، تنام تصحى 7، مش حياه اولا. هيجي لك فعلا اكتئاب بعد فتره، ان انت تحس ان انت مع نفسك لوحدك، مفيش اي حد عارفك ولا يعني. لا أيوة حقيقي بجد، الاخطبوط اللي بتنام بالليل. أيوة. فلازم يبقى في حته في النص بريك، تقعدوا مع بعض تشوفوا بعض. الخميس والجمعه ده بحاول ان انا ما انزلش شغل بقدر المستطاع، لا انا ولا هي، احنا قاعدين ليهم بس. ونفس الموضوع برضو اللي انتوا هتعملوه، ان انت لو جالك شغل هتحاول بقدر المستطاع، لو مش نفس الموديول بتاع خميس وجمعة، بس احنا مثبتين، يعني اصحابي مثبتين يوم التلات بيتقابلوا فيه هم العيلة اوف تماما، عشان خميس وجمعة عندهم ظروف مع العيلة الكبيرة. يعني كل واحد بيحاول يظبط اموره، يقدر يظبطها ازاي او يعملها ازاي. فاحنا حتى عشان اعرف منهم الدنيا بيحصل فيها ايه، لان لازم بقى عشان اللي بيحصل كتير. احنا جيلنا اولا غير جيلهم، بمعنى ايه؟ احنا ما ينفعش ان احنا نجبرهم ان هم يطلعوا زيي، ولا انا اهلي كانوا يجبروني ان انا اطلع. يعني مثلا هم كانوا بيحبوا اكس من المغنيين بتوع زمان قوي، كان صوته حلو قوي وكده، بس انا لما اتولدت الاسلوب ده في الغنى والميوزك ده والحفلات دي ما كانتش هتمشي معايا. صح. فانا مثلا جيت على الجيل بتاع سي مثلا عمرو دياب، محمد منير وعمرو دياب كذا. وفؤاد. هم دلوقتي لما تيجي تقول له ان في كذا وكذا وكذا، رتمه بطيء قوي ومش فاهمين طبعاً الكلمات اللي هو بيقولها. في الوقت اللي هم بيسمعوا بقى الراب والتراب اللي احنا مش لاحقينه. احنا عايزين اكس واي زد اللي انا مش سامع هو بيقول ايه، فهبتدي اقول له زي اهلي ما كانوا بيقولوا. ايوه هو ده يتسمع. بص يا فندم، هو في حاجه في النفس كده دي اسمها حب الهبه. ان الجيل اللي قبل بيحب ان الجيل اللي بعديه يطلع شبهه، بيحبوا على نفس السكيل بتاعه هو، مش على السكيل بتاع الزمن الجاي. ففي ناس بتقع في الفخ ده، ان هو بيتعامل معاه كمان وانه نسخه منه. يس. ان انا اللي هبتك الحياه، ان الحياه دي بالنسبه لك هبه مني ليك. فانا بحب ان الهبه دي تبقى زيي او تبقى نسخه مني. فدي المشكله الكبيره اللي كل جيل بيقول على الجيل اللي بعديه بايظ. ايوه. والجيل اللي قبليه اولد فاشن. هنفضل على طول كده على فكره، مش هنخلص. يحضرني الموقف. يا جماعه يحضرني الموقف. ايوه يحضرني الموقف. انا بنستنى الكلمه دي. يحضرني الموقف. ارجع البريك بتاعي في النص، تمام، اللي ما بين شغل الجامعه والعياده، الاقي سليم جايب لي صوره على الموبايل، ابني، صوره حلقه جديده، اللي دي والشعر اللي هي مش حلقه اصلا، اللي هي كده وطالع من كده وملفلف كده وكذا حلقه، تمام. انا عايز احلق ده. فانا بص، انا بحكم عليا انا واهلي. ايوه. لا 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 لا، ده على جثتي ان انا لا يمكن، ده لا يمكن ابدا في ابني. نص ساعه وتلاقيني قاعد عند الحلاق عادي جدا، ماسك حاجه بقرا فيها، هو قاعد بيحلق. حقيقي حلوه. حلوه يا حبيبي. ليه؟ لان هم هيطلبوا حاجات، ده بجد بقى، في شكل اللبس، في طريقه الحلاقه، في طريقه الاكل، في طريقه الكلام. فانت لازم انت هتقرب منهم شويه، صح، وهم ما يبعدوش قوي، عشان لا يبقى فيها اسفاف قوي، لا في طريقه اللبس ولا في طريقه الكلام ولا في طريقه كده. وفي نفس الوقت هو مش مطالب ان هو
يلبس زي اللي كانوا بيلبسوا في السبعينات. صح جدا. لا، هو الدنيا هنقرب شويه وهم يقربوا شويه، بس لازم نكون في قرب ما بيننا، عشان لما حد يبقى عنده مشكله يجي يقول لك. بالظبط. ليه؟ لان لو انت قافلها له من الاول كل حاجه، لا 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 انا كده ما بتغيرش، ما فيش. لما يبقى عنده مشكله او يتعرض لحاجه مشكله، بالذات في المشاكل اللي ظاهره دلوقتي او انا كده، رايح له. ممكن الحاجات طبعا العجيبة هيبقى دي. لازم. انا مش عارف اخش اصلا للتوبيك ده ازاي بصراحه. بص، هو اللي هو قاله دي حاجة بجد مهمة جدا، فكرة اللي هي نقطة التقاء، ان طول الوقت ساعات بيحصل تشبث في الرأي من هنا ومن هنا، فعمر الناس ما هتعرف تتقابل. فهو طول الوقت بيبقى عايز مرونة أفكار من هنا ومن هنا. وأظن إن على الكبير كمان إن إحنا مطلوب مننا ده اكتر علشان نحافظ عليهم بسبب الحاجات اللي بقت موجوده في المجتمع. فانا لو ما بقتش انا قريبه، مين هيبقى قريب؟ مين اللي هتروح تتكلم مع مين اللي هيديها المعلومات؟ هتاخد يعني. احنا دلوقتي سامعين حوادث وسامعين حاجات، مشاكل كتيره، وناس كتير بتلوم الاباء والامهات ان انت ازاي ما عرفتش اصلا. ده بقى الجريمه دي بتحصل بقى لها شهور، وبيتلام الاب والام ان انتوا ازاي ما عرفتوش وما فهمتوش، مع ان انتوا ما تعرفوش هم دار ما بينهم ايه، ما تعرفوش تعرضوا لايه. وبعدين هم اصلا دلوقتي في موقف اليم وصعب وقاسي، فانت بتثقل اصلا الوجع اللي هم فيه صح. زياده. يعني انت متخيل ان هم مثلا ما بيلوموش نفسهم؟ هم مش متخيل ان بيجلدوا هم نفسهم. بيجلدوا نفسهم وبيفكروا بدل المره 1000 مره ان كان ممكن يعملوا حاجه بدل الحاجه عشان يتعرف الموضوع بدري شويه، او الموضوع ما ما يحصلش يحصلش اصلا. اصلا. دي ومن المرات القلق اللي ريم وافقت على رايي انا قلته، ان الاهالي ليهم جزء في التوعية كبير قوي. لان اكيد كانوا هيلاقوا اي علامة مختلفة. نسأل بقى رأي الطب بقى، احنا بنقول ده رأي ادبي شوية. هو حته بعيد عن الطب، في السايكولوجي بتاعت البيبي. انت هو طبعا البيبي مقضي معاك الفترة الأولانية من حياته، يعني زي مثلا أول 5 6 7 سنين الجزء الأكبر من حياته أنت اللي فيه المسيطر. صح. ما بعد 7 8 9 سنين هيبقى الجزء الأكبر ما بين مدرسة ونادي فيها 8 ساعات، ثم نادي فيها تمرين 3 4 ساعات، ثم مش عارف إيه. فهتلاقي أنت الجزء الأصغر، فأنت الجزء اللي أنت بتأهله بتوعيه فيه في اول فتره هي دي اللي هتبقى معاه بقى لقدام. الحاجات اللي انت قواعد هتحطها، فين البابل بتاعتك، فين البرايفت اريا، فين كل حاجه، علشان وتبقى قريب منه، تبقى قريب منه جدا. ان مفيش عقاب ومفيش اي حد هيلوم اي حد على اي حاجه. احنا مجرد ان احنا بنهايلايت الحاجات الصح وبنقول الحاجات الغلط من غير ما نزعل ومن غير ما نعاقب ومن غير ما يبقى فيه، عشان هو ما يخافش. لان هو لو خاف من حاجه، طب خلاص ما هيعمل زي المره اللي فاتت، ما هياخد مني كذا زي المره اللي فاتت. ممكن اختلف معاك سنه في كده جمله عارفينها طول الوقت، اللي هي من امن العقاب اساء الادب. ان ساعات لما بيبقاش في عقاب على فعل معين او على طريقه تفكير معينه او تصرف معين، بيحصل ان بيحصل حاله من التمادي. فده على ما اعتقد بيبقى صعب شويه على الاهالي، مع اختلاف ثقافاتهم ومع اختلاف فكرهم واختلاف شغلهم، ان هم يعرفوا يسيطروا على الاطفال في فكره ان العقاب ممكن يبقى هو عقاب يعني هو بقى اسمه عقاب بس يبقى مختلف. يعني طبعا الضرب احنا ضد ده، لان ده هيودي في مصايب تانية شويه، مش هيأثر معانا. ممكن ما نقولش عقاب، عشان انا طول الوقت بقول لك الموضوع ده هي مش عقاب، هو عواقب. لان ساعات انت بتختار حاجه معينه فعواقبها طيب ما فيش نادي مثلا في نفس الحاجه. يعني احنا عملنا مشكله في كذا، فمشكله في النادي، لكن ما فيش مثلا انت عملت كذا في النادي فانا هاخد منك كل حاجه في حياته. مش هنسافر، لا هو ده ملوش علاقه بده. هو احنا كده هنسافر عشان احنا هنبقى مع بعض كفاميلي، ولكن انت عملت مشكله في النادي مع شخص معين، فالشخص المعين ده كان اتيتيود غلط، فاحنا المفروض نتعامل بنعرفك ايه الصح وايه الغلط. وواحده واحده هو هيبتدي يكتسب ان هو ازاي يقدر يحافظ على نفسه، وازاي لما يقدر يتعرض لحاجه. لان دلوقتي هو في المدرسه 8 ساعات انت مش عارف عنه حاجه. يعني مثلا انا فاكره كويس قوي الدكتور كانت صدرة مثلا سنه وشهور، يعني ما كملتش سنتين حتى، بس انا طبعا مش فاكره هي قد ايه بالظبط. والدكتور جه يكشف عندها، مبصص لي واستأذني قدامها ان هو هيكشف هنا واتس اوكي مامي، ونستأذن مامي، فنبهني
من بدري جدا ان ده انا محتاجه ابتدي اقول لبنتي من امتى، من ثانوي، ان دي ممنوع، وان ده برايفت اريا، وده ممنوع اللمس، ممنوع حد يقرب. فهل في تبس معينه نحاول نقولها للناس مثلا ان المفروض نبتدي نتكلم معاهم من امتى على الموضوع طبعا ده؟ من اول سنه. من سنه. مفيش حاجه بقى اسمها ان احنا ساعات بعض الامهات تقولي ده هو وانا داخله بستحمى او بابا بيستحمى بياخدوا معاه، اصل احنا متغير له في مكان بابليك والناس ماشيه حواليه. لا خلاص، انت من اول سنه الطفل ده طفل كبير، ما ينفع خلاص انت بتعامله على انه حد عنده 40 سنه قاعد معاك. فما فيش حاجه اسمها لا، البرايفسي بتاعتك وبتاعت البيبي وبتاعت والدته، كل واحد في حته تماما، ما حدش بيغير لبس قدام حد تماما. بس صغير مش فاهم، لا ما ينفعش، ما ينفعش خالص. بلس ان احنا من ناحيتنا مثلا في الجامعه مثلا، اي حد مثلا طلبه في الامتحان، حته ان هو يخش كده على طول على البيبي يكشف، ومفيش حاجه اسمها كده خالص. في درجات هتروح منك وممكن الامتحان كله يتلغي لو اوكي. فعلا. دخلت كده على طول السلام عليكم. مفيش كده خالص، لازم بتستأذن من الام، ممكن توافق ممكن ما توافقش، ممكن تقول لك ان هو ما ينفعش. لازم بنقول لهم انه عندنا، وبرضه بيبقى فيه توعيه جامده قوي. بالنسبه للامهات طبعا بتوعيهم على البرايفت ارياز وازاي ونتعامل ازاي، ولو حد قرب مني انا اصده ازاي من غير ما كده، لان في ساعات من القرايب مثلا بيحصل مشاكل برضه من القرايب. الجدود طبعاً. بيبقوا معروف قوي الموضوع ده. وبعدين البيبي اللي عنده 4 شهور مش فاهم حته البوسه، مش ايوه يا عيني، ولا مستمتع ولا اي حاجه خالص. أيوة. يعني تصرف غير ادبي تماما. ايوه ده حقيقي. هل في علامات سيكولوجيه تخليني اقلق على ابني او بنتي وهم بيروحوا حضانه او بيروحوا مدرسه، بدري ابقى مخلي بالي منها ان في حاجه غلط؟ طبعا لو ابتدى في الاتيتيود بتاعه ان هو يتغير، ابتدى يبقى دايما قاعد مثلا لوحده اكتر، ما بقاش يحكي اكتر، حاسس ان هو بقى متضايق اكتر، مش في المود بتاعه، لازم ان انت تبقى قريب منه وتفتح شانل. ولو مش عايز يحكي دلوقتي سيبه شويه، هيرجع تاني وهيحكي لك تاني، بس تقعد وراه ادام هو ده مش النورمال بتاعه، أوكي. لحد ما تقدر تعرف. اول حاجه الاتيتيود طبعا بيتغير، أوكي. بيبقى خايف، بيبقى مش عارف يعمل ايه، مش عارف، هو عايز يفتح الموضوع بس مش عارف يفتحه ازاي، خايف من رد فعلك، فلازم يكون مطمن ان انت برضه مش هتاخد اكشن يندم ان هو حكى لك او كده. كلمة نفتح شانل دي مهمة جدا، آه. لأن أنا شايفة إن ده كي وورد. يعني حتى أنا معاه بقعد أتكلم في الفكرة دي، حتى بعلاقتي أنا بطه وإحنا كبار، إن طول الوقت إن إحنا لازم نفتح قناة اتصال يا جماعة ما بين البني آدمين وبعض. فحاسة إن لازم طول الوقت نبقى فاتحين القناة دي مع الأطفال، لأن كمان هما بيبقوا حساسين قوي وما طبعاً. بتبقاش عارف طبعاً. طب ده مودي ليه، طب في جزء منها هرمونات في فتره معينه من أيوة. الحياه، فتره والله بجد الهرمونات. بنتي طبعا هتقولي عليها. لا وفعلا متوارثه يعني. طب انا زعلتك ليه؟ ببقى انا متعصب جدا. طب انا زعلتك في ايه؟ بس هو في طول الوقت، وطبعا هي ريم بيبقى ليها دور في ده، ان لا احنا لازم نبقى قريبين. ما ينفعش بقى فكره ان ديستنس، ويعني كان في ساعات بقولها على العقاب ان هو مثلا انا مش هتكلم مع صدر النهارده، خلاص انا مفيش ما بيني وبين صدر كلام، ما بتوافقش على العقاب ده خالص. طبعا تقولي لا مفيش الكلام ده. مفيش. فمع الوقت لقيت لا، في حلول تانية. انت ما انت تتعب، يعني انت مخلف، دي مسؤوليه كبيره اصلا. الطفل اللي انت بتجيبه له للحياه ده مسؤوليه عظيمه. فان لازم تذاكر لها ولازم تبقى مهتم بيها. طبعا انت شقيان في شغلك، طبعا في ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا، يعني انا شقيان في شغلي وهي مامتها شقيانه في شغلها، وانا بشتغل شغلانتين عشان اجيب قرش كويس، عشان اعمل كل الكلام ده. مش هيبقى ليه اي لازمه خالص لو الولد باظ. يس صح. لو الولد فقدته من حاجات ليها علاقه بجهلك، يعني لو بتكلم على الطب والحاجات ده سخن خلاص، انا هديله روشته زي ما قلنا في اول الحلقه. الحاجات دي طبعا هي مواقف تبان كوميديه جدا، انما وراها بيبقى طريقه تعامل ناس كتير قوي مع اطفالها. ممكن تبقى بشكل غلط، في سبيل ان انا عايز اوفر لهم مثلا راحه ماديه، عايز اوفر لهم بتخسر حاجات تانية مستوى اهم كمان. وسمعنا كتير بقى، ولسه في مراحل اكبر بقى، ان في ولاد بيروحوا يا حبايبي للادمان، او بنات بتروح لكده علشان البيت مش موجود. بالزبط. فاكيد حضرتك كدكتور بتقابل نماذج كتير جدا. اكيد هو لو معلهوش رقابه على طول ومغريات الحياه سهله بالنسبه له، طب ليه لا؟ ليه ما لا حد بيحاسبني ولا حد بيقول لي حاجه، صح. والفلوس موجوده واهلي مش داريانين، وانا اصحابي اقرب لي بشوفهم اكتر، وبعدين هم هيضروني ليه؟ لا ده هم ده السن اللي بيتخطفوا فيه، بيتخطفوا. ونفس فكره اللي هو ما انا هروح هيتقال لي لا طب انا اروح للي يقول لي بيقول لي على اي حاجه، انا ليه هدور على ده؟ ايه اكتر مكالمه عبثيه، لا بلاش مكالمه عبثيه،
ايه اكتر موقف ليه علاقة بالطاقة اسمها ايه؟ المغناطيسية، بالطاقة المغناطيسية حصلت لك؟ انا حاول ادور على الموقف. انت مش فاكره؟ انت حكيتهولي. في موقف كان دي حكيته اول لنا. علاقتنا. بتاعت الليثيوم لما حجر. اه انا سدرة يس البطاريه. البطارية. البطارية سدرة. انا في سدرة مرة الكوين، ساعة الكوين الكوين. حطت كوين في بقها وبتاع فشرقت فيه، احنا افتكرناها بلعته، وده كان حدث عظيم جدا ورعب، فضل قاعد معانا مستشفى كتير والحمد لله يا رب ما حصل. الحمد لله. فرحنا للدكتور بنحكي له، انا كلمت في التليفون طبعا يا جماعه التليفون ده، قلت له يا دكتور صدرة بلعت جنيه. كويس بتحوش. قلت له يا دكتور اخصموا قال لي كويس مصروفها. هنعمل ايه؟ ايوه طيب اخصموا بالمصروف. ايوه قال لك اخصموا اخصموا بالمصروف. بالمصروف. حكى لي بقى الموقف لا، يحضره موقف. لا اصل حته الاطفال تبلع حاجه، انا ما كنتش متخيل هي بسهوله قد ايه، لحد ما في مره دايما الامهات تقول لي بلعت الدبوس. يعني ايه بلعت الدبوس؟ ايوه. وبالذات في المستشفيات الحكوميه وكده، تيجي تقول لك وهي بتربط بلعت الدبوس. هو فعلا وانت حاطط حاجه في بقك بيبقى عندك ريفلكس ان انت ممكن تبلعها بسهوله جدا. فالاطفال الصغيرين بلع الكوين، بلع الزرار، بلع كذا، بلع بطاريه، ده اللي عادي جدا. اي حاجه في بقك انت ممكن تبلعها. طبعا بيبقى في حاجات خطيره الموضوع ده نازله في الجهاز التنفسي ولا نازله في الجهاز، والاهل بيقلقوا، بس ساعات الاهل بيحاولوا يجودوا. ايوه. يعني انا بقول لهم اعملوا اشعه عشان نعرف هي فين وهتنزل امتى فالاهل بقى يقول لك طب في كذا، اهل قالوا لي قبل كده كذا حاجه، يعني كذا، كل واحد بيقعد يقول لي حاجه. يعني مثلا مره فبقول له طب احنا هنعمل اشعه، طب انا مش عايز تعرضها للاشعاع، هو انا ما ينفعش امشي بمغناطيس من بره واقعد امشي كده لحد ما يلقط في حاجه اطلع بيه؟ قلت له ما انت عارف الامعاء قد ايه جوه، كام متر وماشيه ازاي؟ قال لي ما انا هتيجي معايا. هتمشي. مفيش كلام هو ده خالص. تخيل انها هتمشي لحد ما يعمل. مره برضو حد حاول فيلم يشغل كرتون. دماغه، انا قعدت افهم هو انا فاهم غلط ولا هو قصده كده. دي رب يكون فاهم، او يا رب يكون فاهم غلط. بيقول لي بلع مش عارف بطاريه، فانا هدمي مع حته هيبلعها حته مغناطيسه عشان تمسك في البتاع وتنزل بيها. قلت له طب وما نزلتش؟ بدل ما كانت بلع حاجه بلعت ايه؟ افرض ما نزلتش. اي لا، ما هي المغناطيس هياخدها بتنزل، ما هي كده هتنزل. يعني هو المغناطيس ولا انت هتشد من يعني ايه ايه الآلية اللي انت عايز تعملها؟ محدش فاهم، يعني محدش فاهم هو عايز يعمل ايه. بس طبعا هو ده من القلق، يعني طبعا. من القلق. فساعات الفكر بيروح في حتة خاطئة من كتر القلق، يعني اللي هو لان بيبقوا قلقانين طبعا، لا، ما أنا فممكن يتصرف عارفة. باي طريقه. ممكن التصرف بطريقة توصل انها تبقى غلط، بس نحاول يا جماعة، احنا اهو بنحاول نقول لكم ما تتصرفوش غلط. والنبي. كمادات خلوا الخل. بالكم. حضرتوها؟ صح. ايه كمادات ايه ده؟ ثانيه واحده، انت استنى بتعملي بس، لي أنا انا عايزة بعمل لك كمادات خل. ايوه انا نفسي افهم يعني ايه. ما اعرفش، احنا سمعنا هي كان كتير زمان قوي. متعارف عليه ان الكحول عشان يسقع الجلد، قصه كده ملهاش اي اساس طبي خالص يعني. وبرده دي مش موجودة. بس حته الخل دي ان ميه وتحط عليها معلقة خل. انا دايما الام والكمادات. بتقول لي انا فضيت عليه ازازه خل. طب ما كنت ده جبتي الكلاين. ازازه خافض أرخص. ارخص من ازازه الخل. وبعدين خل ريحته ده هيبقى مخلل. ايوه. ده انت ايه ده؟ قاعد تصرف خاطئ جدا. انت صح؟ قاعد تدهنه في خل، تقول لي بحط خل على قطنه وامسحه بالخل. اوكي. ريحته صعبه قوي، يعني حتى لو خف انت هتطلعيه بره البيت. يعني حتى لو خف، نفترض ان هو خف، هنتعايش معاه ازاي؟ هتتعايشي معاه ازاي؟ يعني مهما يستحمى مفيش، هو بقى بخل خالص. فطبعا ملهاش اساس. يعني في خافض حراره بيتاخد، ممكن يطلع عنده بقى بجد حساسيه من ماده مثلاً. كيميكال، جلده حساس، ممكن يكتم الحراره اكتر. لا، في حاجات ممكن تحصل. يعني الخلي ده غلط، ولا على الميه. دخلوا حميه ميه عاديه خالص، ميه عاديه بتاعت خالص. ربنا. ميه فتره خالص. دخلوا حميه، الحراره هتنزل، بعديها تدي خافض، بعد كده تكلم الدكتور تقول له اعمل ايه. لكن حته فضيت ازازه خل عليه دي. مساء الخير يا جماعه، احب اعترف ان انا كنت فاهم ان الخل بينزل درجه الحراره. ايوه، وانا كمان انا اتقالت لي وعملتها ومعايا. أنا كنت لسه احط عاملها. على الميه واحط رجلي في الميه في الميه بخل. بخل. ما اعرفش، هم ما قالوا لي عملتش كده كده. تاني؟ لا 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 شكله وحش قوي. لا 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 شكلنا وحش لا، ملهاش اي لا، اساس لا، خالص. طب عادي، ايه تاني؟ ايه بنتعلم. الحاجات؟ صح انا متعلم. في إيه حاجات الحاجات برضو تانية. الموروثات اللي بتسمعها غريبه قوي؟ لا، هو طبعا دايما
المقارنه للاسف ما بين الاطفال غير ولد ولد وده ياخد نفس ان الروشته. التوينز لابسين نفس اللبس، جايين بنفس الكذا، لابسين على لبن صناعي نفس النوع. يا فندم ما تعاملهمش من الاول هم اخوات، عشان كل حاجه ليها رينج. كل واحد هيتكلم في ميعاده، هيمشي في ميعاده، هيبقى ده اذكى، ده اغبى، ده اطول، ده اقصر، ده شعره انعم، ده عينيه يعني انت مش هتعرف تحكم من الاثنين. ربنا لو عايز يخلقنا كلنا نفس السكينه كان خلقنا. صح. بس دايما الام وهي قاعده بره، هو مش صغير، لا لا مش صغير، بس بص اللي بره ده عنده في الكاميرا، ده عنده قد ايه، ده انت مالك باللي بره؟ صح يا دكتور. صح. احنا مش كلنا مولودين زي بعض. انا وطه اتحركنا للساحل، واحد فيها اتحرك الساعه 7 وواحد اتحرك الساعه 9. بالظبط. مفيش اي لوجيك يقول ان احنا الاثنين نوصل في نفس الميعاد خالص. ايوه صح. فلو واحد مولود كيلو ونص، واحد مولود 4 كيلو، اكيد عن سن شهرين مش واحد. صح جدا نفس الموضوع. صح طبعا. صح جدا. وفكره المقارنه وساعات برضو الناس يعني ساعات الام هي اللي بتحط نفسها في حته المقارنه بطفلها، وساعات الناس بره ايه ده، هي دي عندها كذا، لا 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 ايه ده. ما بيبي ساعات مثلا عنده 6 شهور تيجي تقولي هو كويس، اقول لها كويس، اصل بنت تقولي اصل كل اللي بيشوف بيقول لي عنده 3 شهور. ايوه ولا حاجه، لما يقول لك عنده 3 شهور عقديه وقولي له لا عنده شهر ونص. ما حدش يعلق عليا انا لا ده عنده، ده لسه مولود امبارح. يعني هو هيراجع وراكي شهاده الميلاد. ايوه يعني هو نورمال. ما هو لو مش نورمال انا هقول لك، انا كنت هقول لك ايوه صح. بس انت ما تعرفش تقارن ان كل الاطفال نفس الشكل. برافو يا دكتور. يعني دي برضو في الفكره بتاعت الكلام. الصدر اتاخرت وكنت بقول لحضرتك تقولي ما تقلقش عادي، هيجي لها ميعادها تتكلم فيه. وفي السنين برضو ابتدت من 10 شهور على ما ابتدت تطلع سن، وبرضو قلت لنا عادي، وانا بقيت عادي مش قلقان. ادام ما فيش حد معاكم في الجامعه ما سننش. ايوه هيسنن امتى بقى هيحصل؟ هيسنن ادام ما عندوش حاجه طبيا. ما هي دي الفكره. اخر في حاجه تانية، فانت في الفول اب الدكتور مثلا قال لك لا ده عظمه فيه مشكله، راسه فيها مشكله، ايديه فيها مشكله، الولد ده عنده مشكله في التحليل. ادام ما عندوش حاجه ومجرد تاخر طبيعي سيبه. اوكي. ما تستعجلش انت التعب، يعني ما تستعجلش انت الحاجه، لان اكيد لو في حاجه الدكتور اللي انت متابع معاه هو اللي هيطمنك ان كل حاجه نورمال. حقيقي مش عارفين نقول لك ايه والله. شكرا جدا، ربنا يخليك. والله استمتعت ان انا قاعد مع اخواتي، بجد القعده ما حسيتش بيها خالص، مختلفه خالص يعني عزيزه يعني حقيقي بالنسبه لنا. انا مش عارف اقول لك ايه. ربنا يخليك والله العظيم. لان انا مختلفه عن حتى البودكاست بتاعنا خالص، مختلفه تماما. احنا بقالنا حابه بنعمل مجموعه من الحلقات بناقش فيها مواضيع كتير اجتماعيه، وكانت ريسك وكانت فكره حلوه. بس انت اكيد السبب فيها. يعني انت لو مش عمرو سالم يعني لا والله يعني بشخصيتك بطريقتك بانفعالك بحكاويك بالحاجات دي كلها، حضرتك حاله مختلفه حقيقي. ربنا يخليك والله. يعني انا اللي عايز اقوله لكم ان انا كل يوم هنا خلاص. انا جاي مكانك، انا راكن العربيه بره على ده مكانك خلاص. لا ونعمل حلقه كمان، حابه ممكن نعمل حلقه تانية نفتح فيها توبكس، لان الموضوع بتاع الاطفال والتربيه بشكل عام حاجه ما بتخلصش خالص. وكمان لما يبقى دكتور بيقابل رقم كبير من الاطفال على مدار الاسبوع، في حاجات جديده هتنور معانا. ايوه طبعا. وانا عارف حضرتك طبعا مؤتمرات وبتسافر وفي ابديت. هنقول برضو للجمهور لو حد عايز يسال في حاجه في الموضوع ده، دكتور عمرو بيرد عليا بسرعه عشان صاحبي. لا لو حد في فعلا ده فعلا والله، لو في حاجه هنحاول ان احنا ممكن نتواصل معاكم على اساس لو في حاجه من احنا اتكلمنا فيها حد عنده حقيقي طبعا. ايوه ده وانا عارف جدعانه عمرو سالم انا عارفه بعيدا عن اي يعني مش فكره شغل، على قد ما هو بيحب، ودي حاجه انا بحبها فيك يا دكتور، انت بتحب مهنتك. يس حقيقي. مش كتير حتى احنا في شغلتنا في ناس بتشتغل ممثلين مش بيحبوا التمثيل. في مقدمين برامج بيشتغلوا، في مهندسين بيحب الهندسه، بيحب المعمار، في عمرو سالم بيحب طب الاطفال. ده حقيقي. ده حقيقي وده دي نعمه من ربنا. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا والله بجد انبسطت جدا والله معاك. وانا كمان حقيقي احنا انبسطنا قوي وبنشكرك، وخطوه عزيزه في بيتنا بودكاست، وده مكانك خلاص. ربنا يخليك يا رب. خلاص بقيت معانا. اكيد والله. وبشكرك قوي قوي. ميرسي جدا. هنتقابل في حلقه ان شاء الله الاسبوع الجاي هتعجبكم. اتمنى كنتوا استمتعتوا بالحلقه دي، لان احنا نفسنا استمتعنا. احنا نفسنا اتفضل يا فندم. احنا استمتعنا واستفدنا، ويا رب تكونوا كمان انتوا استفدتوا واتبسطتوا، لان استفاده مع انبساط ودي بتبقى حاجه حلوه قوي. صعبه انها تحصل وحلوه بتبقى حلوه قوي. فبنشكركم واستنونا في حلقه جديده مع ريم احمد وطه خليفه. هو عمرو سالم. ثانك يو. حبيبي يا دكتور.
ميرسي ميرسي يا دكتور. ثانك يو.